طيب 919 و954 يستحقوا الشراء دلوقتي والّا لأ؟ طيب أولًا كده أنا هاحاول أتكلم على كل موتوسيكل لوحده، ولكن الموتوسيكلين دول طبعًا نازلين بقى لهم كتير، يعني ال954 من أول 2002، 2003 وطبعًا ال919 قبل ال954 وفي بينهم ال929. عمومًا ال3 موتوسيكلات موجودين في السوق المصري بقى لهم كتير. ناس كتير ركبتهم، ولكن يعني صعب إن أنت تلاقي موتوسيكل من ال3 دول كويس أو ينفع يتركب. ليه بقى؟ لإن طبعًا الموتوسيكلات دي حامية جدًا. الشباب طبعًا كانت بتركبها. الموتوسيكلات دي لحد النهارده على فكرة بتجيب 300 كيلو لو الموتوسيكلات دي الموتور بتاعها نضيف، يعني الموتور بتاعها بقى محلِّش وماشي قليل أوي، ماشي مثلًا 20,000 15,000 كلام من ده، لأ الموتوسيكل بصراحة هيجيب معاك 300 كيلومتر في الساعة عادي. ولكن بقى أولًا كده ال919 بصراحة شكله ما بقاش أحسن حاجة يعني في العصر بتاعنا دلوقتي. شكله بقى قديم جدًا. طبعًا في ناس كتير بتعدّله، ولكن أنا بصراحة حوار الكربيراتير بتاع ال919 بقى يعني 919 بينزل كربيراتير، فهيبقى حوار وِحِش شوية إن أنت تركب موتوسيكل زي ده دلوقتي. كمان بقى إن الموتوسيكل عَفى عليه الزمن ومش هتلاقي أصلًا حالة نضيفة منه أو هتلاقي حاجة كده ينفع تتركب. نيجي بقى ل954 وطبعًا ده العشق بتاعي بعيدًا عن الموتوسيكل خالص. الموتوسيكل ده من أحلى وأجمل الموتوسيكلات اللي ركبتها في حياتي، ولحد النهارده الموتوسيكل ده حلم ليّا وبإذن الله يا رب يعني أحققه في يوم من الأيام. موتوسيكل حامي جدًا عشان تبقى عارف، ولكن موتور حساس جدًا، يعني ممكن ال919 بيستحمل أكتر من ال54 في حتة الحساسية بتاعة الموتور دي. الموتور ده يعني أنت هتِّف عليه هيرزّع حرفيًا، هو جاي عشان يرزّع. ولكن بقى ده طبعًا ال954 بصراحة موتوسيكل حامي جدًا، ممكن يكون بيطلع من ال1000 الDouble R. طبعًا ال1000 الDouble R عشان تبقوا فاهمين اللي هو الشكل من 4 ل7 اللي أنتم شايفينه ده. الموتوسيكل ده نزل تقيل شوية وما كانش أحسن حاجة في الوقت الحالي أو وقته يعني زمان، ولكن هو طبعًا موتوسيكل غبي جدًا يعني ما تستقلش بيه، ولكن ال954 أخف منه وهيطلع منه، أنا مش فاهم إزاي بس قشطة. فبصراحة ما انصحكش بال919 خالص، ولكن لو أنت راجل ميكانيكي أو راجل بتفهم بقى في الموتوسيكلات وبتركب بقى لك كتير وتعرف تحافظ يعني بُص من الآخر كده هتبقى بتحسِّس على الموتوسيكل، أقول لك ال54 ماشي، بس اعمل حسابك الموتوسيكل ده ما ينفعش يسخن. الموتوسيكل ده ما ينفعش يسخن خالص. هو طبعًا عشان تبقوا فاهمين هو فُرن، يعني أنت ماشي في فُرن متحرك، ولكن موتوسيكل ما يسخنش. لازم تحافظ عليه. تبقى ماشي على طريق، الطريق بقى يعني تمسك طريق يا باشا واركب الموتوسيكل ده هيمتعك بأمانة، ولكن هتخش في زحمة بقى وكلام من ده هيسلخك. وبس كده، لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش اللايك والفولو، ولو عايزني اتكلم عن اي حاجة في الموتوسيكلات سواء صيني او ياباني تقدر تكتب لي كومنت وبإذن الله هرد عليك بفيديو. وبس كده، سلام.